تخيل الجيش المصري عدى القناة وكسر خط بارليف في 6 أكتوبر. العالم كله مذهول والمعنويات في السماء، لكن فجأة في اجتماع مغلق الرئيس أنور السادات يقول جملة تقلب كل الحسابات، جملة اتقال إنها ما ظهرتش كاملة في التسجيلات الرسمية. ليه؟ وإيه اللي حصل فعلا بعد النصر العسكري؟ اللي هتسمعه دلوقتي هو الجزء اللي قليلين بيتكلموا عنه. في 6 أكتوبر 1973 الجيش المصري نجح في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وده أكبر إنجاز عسكري في تاريخنا الحديث. الخطة المصرية كان اسمها العسكري المآذن العالية بدر. كانت قايمة على إيه؟ كانت قايمة على عبور القناة وتدمير خط بارليف والتمركز بعمق من 10 ل 12 كيلو شرق القناة، والبقاء داخل مظلة حائط الصواريخ اللي بتحمي القوات من الطيران الإسرائيلي. يعني من البداية ما كانش الهدف احتلال كل سيناء، الهدف كان كسر الجمود العسكري وفرض واقع جديد يمهد لحل سياسي. هنا بدأ الخلاف الحقيقي. بعد نجاح العبور إسرائيل ركزت هجومها ضد سوريا في الجولان. سوريا طلبت من مصر الضغط لتخفيف الضغط عنها. هنا السادات قرر تنفيذ ما عرف بتطوير الهجوم شرقا، وده كان يوم 14 أكتوبر. معنى تطوير الهجوم إيه؟ إن القوات المدرعة المصرية تتحرك أعمق شرقا خارج نطاق الصواريخ، وده جوهر الأزمة. موقف السادات إنه كان شايف إن لازم يحصل تحرك هجومي أوسع عشان نخفف الضغط عن سوريا ونحافظ على الزخم العسكري ونظهر إن مصر قادرة على الاستمرار في الهجوم. هو كان بيفكر سياسيا واستراتيجيا على مستوى الجبهة كلها. طب موقف الشاذلي إيه؟ الشاذلي اعترض على التطوير في التوقيت ده. طب ليه؟ لأن أي تقدم خارج مظلة الصواريخ يعني إن القوات المدرعة تبقى مكشوفة للطيران الإسرائيلي، وإسرائيل متفوقة جوا، والخطة الأصلية كانت دفاعية هجومية محدودة مش اختراق عميق. الشاذلي كان شايف إن احنا نحافظ على رؤوس الكباري ونستدرج إسرائيل لهجوم مضاد داخل نطاق الصواريخ ونستنزفها هناك، مش نخرج احنا من منطقة الأمان. طب ايه اللي حصل فعليا؟ تم تنفيذ التطوير اللي قاله السادات يوم 14 أكتوبر. الهجوم لم يحقق أهدافه وخسرت مصر عدد كبير من الدبابات، وبعدها بيوم تقريبا بدأت إسرائيل تستغل الفجوة بين الجيشين الثاني والثالث وظهرت ثغرة الدفرسوار. الثغرة دي كانت عبارة عن فتحة بين الجيشين المصريين الثاني والثالث، استغلها الإسرائيليين وعبرت قواتهم عبرها ووصلت للضفة الغربية في منطقة اسمها المزرعة الصينية. الجيش الإسرائيلي قدر من خلالها يوصل لخطوط دفاع المصريين من الخلف ويهدد تطويق الجيش الثالث. مهما كانت انتصاراتك في البداية، وجود ثغرة في الساتر الدفاعي يعني ان عدوك ماشي من مكان ما كنتش متوقعه، وده ممكن يقلب موازين الحرب في ثواني. طيب هل الدفرسوار حصلت بسبب التطوير فقط؟ دي نقطة جدل تاريخي. رأي مؤيد الشاذلي بيقول ان التطوير اضعف الاحتياطي المدرع، وده سهل على اسرائيل تنفيذ الاختراق. طب رأي مؤيد للسادات بيقول ان الثغرة نتجت عن تحرك تكتيكي اسرائيلي ذكي واستغلال فجوة عملياتية مش بس قرار التطوير. الحقيقة ان الموضوع اعقد من سبب واحد مباشر، ومع انه في النهاية تم التعامل مع الثغرة واستمرت الحرب، سجل التاريخ ان الدفرسوار فضل نقطة جدل موضوعية. اسرائيل طبعا حاولت تضخمها، ومصر اكدت انها جزء من حرب كاملة مش النهاية ليها. في النهاية النصر كان حقيقي، لكن الحقيقة الكاملة عن قرارات الخلاف وجلسات الكواليس والأوامر اللي اتخذت زي ما التاريخ بيقول دايما فيها أجوبة أغلى من الحرب نفسها.